السلام عليكم. سلامات يا الغالي، سلامات. سلامات. خلصت؟ حلو. سلامات يا الغالي، سلامات. واشيلك واحطك في عيوني. يلا حيهم، يلا الله يحييك يبقيك. الشاي والقهوة زاهية بس تمام. هذه ليش يا ابو عبد الله؟ هذه للجراضي والفيران. في فارة تجي هني تفتر تخور، في جردي مساع يروح تصمد له بالنباط. قبل نقول شي فيها ايش كثر جام السيارات اللي تكسرن بسبتي. الله يسامحني، الله يسامحني يا جماعة. اللي بصليبخات من قطعة واحد القطعة 4 صليبخات. اي واحد بالثمانينات يعني لغاية 85. غير اللي داخل تواير حطات عشاش ومفرخات الحمام. هدد الحمام من ساعة كان هني. وينهم هذول؟ طقم في الراس. شوف ليش حلو. هذه بعد هني في بيض ما شاء الله تبارك الله. هذه راكات ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي شركة تنظيفكو، عقارب خنافس ابو 80 لغاية 85. سيارة جامة مكسورة بسبة نباطة يبايحني. ليش؟ انا ما اتعمد اكسر الجام، لا. طال عمرك تعرف الزرزور مثلا ترقع ومن هناك السيارة طق الزرزور اخطيه تطير الحصات وتكسر الجام. وانا شو اسوي؟ حط رجلك يا ولد وفج كذي. يعني في زرع مثلا زرع كذي، اشوف الزعرة تناطط كذي، تصمد للزعرة واطقها ورا زرع سيارة. جام السيارة راحت تكسرت. ولا زرزور يمر ولا اي طير يمر فوق كذي اسبق له كذي محوشة تروح الحصات تكسر جام سيارة. بايحوني يا الربع، بايحوني اللي بالثمانينات. الحكي اسطاب اللي ورا هذا شغال. نفس مال الباصات يا ابو عبد الله. غيره يا جماعه، ايش رايكم؟ غيره ولا اخليه على طول شغال؟ من يفتح الليتات؟ شوف هذا كذي اسطاب. يا حلو الجو الصبح من العرزالة. شوف هذا زرع تمام. شوف الهواء غربي بارد حلو. ساك شاعك بس عشان النياق. الزرع شوف خط هناك يا كريم الطيور. شوف هذا ان شاء الله بعدين النص الثاني هذا كله باذن الله راح نزرعه رمث وسدر، كلها نباتات طبيعيه، نباتات الكويت قبل. الرمث والعرفج بس يبيله احنا بدايه الحين. والحين الموجود هذا سدر وصفصاف. في سدرة كنار بعد. هذا سدرة. شوف القاع مو مديوسة، سيارة ما تدش هني. شوف كلش. الخطة هني خط بعد شجر وهني خط شجر
وهني خط شجر، هناك خط شجر، وهناك ورا خطوط شجر. راح يصير درام هني او جنب هذا، راح تتم توصيلات النقاط. هذا راح نزرع هذا كله شوي شوي، نبدأ فيه خطوات. النص الثاني ان شاء الله راح نزرع رمث وعرفج وسدر بري كله ان شاء الله. يلا كليها يلا، اني ابعد انا يمكن خايفه مني. يلا 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 طقيها. حلو حلو. يلا خنفس. لو انها عقرب بعد تطقها، بس خلني اوخر، خايفه مني. يلا 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 طقه. يلا شوف جت من بعيد شافتها. هذا تنظيفكم. افا خايفة، جديدة على الشغلة هذه. يلا طقه، طقيها. بسم الله. حلو. تحس بها عقرب هي، بس ما راح تخليه. يلا يلا خايفة هي بداية، خايفة. يلا 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 ليجي حمران بومبكلو والمزيون. يلا 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 علقتينا. يلا طقه طقه طقه. ايوه ايوه انفضتها. تأكد انها مو عقرب كذي. شوف يلا يلا. حلو. شوف فايدة الدجاج، عقرب حية خنفسة. من شافوها الشلة اللي هناك قطعها. شوف ما راح تخليها قلبت، تبي راسها القراصة. شوف كم تكسر رجولها. شوف نفض. ايوه يلا بعد بعد كسر رجولها اول شيء. يلا ايوه طقت راسها، اهم شيء الراس. شوف كلت راسها. يلا يلا. حلو 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 حلو. يلا حلو حلو حلو. يلا حلو. انفضتها نفط. شوف هذا يسمونها تنظيفكم. يلا بعد. خلاص اهم شيء ماتت الخنفسة. تقطعها تقطع. والله لو يجون الدجاج اللي هناك تصير تمردغ. خلاص قطعتها. شوف اي جاخور حط عندك دجاج مالك شغل، هني يبيضن يركن يفرخن. شوف ركز معاي، تشوف خطواتي ليش؟ هذا القاع محمية، لا سيارة تدوسه ما تدش داخل سيارة ابدا. شوف شوف الزرع. سويت وانا امشي. شوف مثل هذه. شوف شيء قديم هذا من زمان. شوف وانا الماشي شفت هذا اللي تشوف قواطي ما ادري شنو. شوف بس مشيت من هناك لهني نظفها. والدجاج شو يسوي؟ خنافس عقارب. شوف انتشر. ان شاء الله باكر باكر الليلة باكر راح يجي هني سقي، راح يصير سقي هني، حفار وزراعة وشتلات ودرام ثاني بإذن الله. شوف
شوف هذه ما شاء الله بسرعة، ما شاء الله. شوف هذه بعد سبرة. شوف القطع اي شيء شيلها نظف. شوف الزرازير، اهم شيء الزرازير بركة. شوف الزرازير يجي من الشارع يعلفن يشرب الماي يروح مباكر. شوف القوابع ايش كثرهن ومصالب. راح شو يسوون؟ يلقى علف هني، يلقى ماي تمام، يروح يفرخن بالمحمية باذن الله. بس المحمية يبيلها شوي، راح تشوفونها ان شاء الله حلوة باذن الله. هذا شو اسمه؟ كابوي. كابوي؟ شقران. شقران وبامبكلو. بامبكلو هذه طارت ايش عندها هني؟ بيضة. ايه حلو بيضة، بس انتبه لا يتسكر هذا. هذا اللي فروخ اثنين على الهواء الطلق. شوف ما شاء الله. يلا شوف الدجاجة اللي صورتها شلون جتني هناك، جتني وطقت الخنفس الطق. يا سلام. هذا بعد راك. شوف هني تفريخ، هني راكات بعد ما شاء الله. شوف بعد هذه فرخت ولا لا؟ للحين. للحين ها راكه. حلو ما شاء الله. راكات على انا اهم شيء تدري شلون استانس على الحمام. يا حمام اوريكم يا اخي، تبي تستانسون عليها. شوف الحمامة يحم ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثة ثلاجة. شوف هذا حط لهم ماء يسبحون هني يشربون عشان الظهر. القواي طيور ما طيور. هذا شو اسمه؟ هذا شقران. ما شاء الله تبارك الله. ايش تبي تسوي بهذا الليل؟ هذا الدجاج اللي مني الصوب هذا تو راك. متى كم يوم صار لها راكب؟ 4 ايام 5 ايام. حطهن الحين احطها تحت. سرك. هذه مزيونه؟ هذه مزيونه ان شاء الله. كذا دجاجه فيه. هذا المزيون. تعال شوف المزيون. تعال وين؟ تعال. شوف هذه كم وحده؟ شوف باضة وحده جديده. ايه 10 ب10 ها؟ حلو. شوف هذه قديمه. حلو. هذه 10. ايه ابو سعد. حلو. شوف لا فقاصه ولا خربيط على طول. مع ان الفقاصات حلوات بس هذه طبيعي. ريح خلاص. حلو بس تمام ما شاء الله تبارك. وهي ما شاء الله. لحظه شوف طبت هني. هذا الفرخ ها؟ لا هذا الفرخ. هي اللي رجله تعوره مربوط شو اسمه ابو عبد الله؟ اي ما ادري يا رجل. لا في مربوط خيط برجله. ما اقدر امسكه. خلاص تشوفه بالليل امسكه. مربوط برجله. اشوفه ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي راكاته ما شاء الله تبارك. عندهن الماي وعندهن كل شيء. هلا ما شاء الله. بسرعة تكبر طلعه بس حمام صحيح يطيح شاطر كفوف ما شاء الله. الهامور اخر يوم منطقة الخلوف اللي اجرنا منه البيت هني بخلوف. قال انتم اول ناس تصيدون هامور بخلوف ولا خلوف كلها الجامبو سبيت جامبو ما فيها هامور. قلت الله جاب لنا. خلنا نقدم شوي. ايوه هذا صور فيه. شوف كبره الهامور حاضنه. يا حلوها. اقوى رحلة حداق في عمان هذه. هذا الرابط عندكم اذا تبي تشوفونه تستمتعون. الحداقة تستمتعون. هاي تاليها صفيت.
يلا ركبهم صفهم عدل. البر الهواء جنوب حارة شوي. صيف غيوم ما شنو. شوف هذا بس كلها غيوم. شوف الغيوم ايش حلوها، لكن الهواء جنوب حار ورطب. نشوف الحميمات. يا زين الطريخات ما شاء الله. يا حبيبي ما شاء الله. الحمام اللي يفرخ والله ودي اطيرهن شوي. اشوف نطلع. ايوه على الهواء. ايوه ايه العب يا خوي العب. ايوه لا طبل خلاص ما لهن خلق. يلا خلنا حطلهم منشر على البني يطبون تعودن على القاع. كيف نيجي يشتى ان شاء الله ما يحوش المرض دبل يصير. شوفون الهوز هذا تعلمت عليه قبل ما في بالكويت قليل من هذولي. فكنا نشتري شو اسمه سلندرات السورية، وكان دائما تخرب صناعة سورية تخرب الربلة هذه، فكنت اخذ ربلات واجد من سوريا وشريت هذا من جليب الشيوخ الحساوي قبل، وللحين عندي تقريبا اواخر التسعينات 99 2000 للحين موجود. ضيعته قعدت ادوره اليوم لقيته هني عند الغنم. لكن شوف لما تعبي هذه لا تعبيها بغرفة مغلقة نفسي انا الحين، لا تعبيها بالهواء الطلق، لكن شنو في هواء وفيه شو اسمه سرايش شغلي مرتب، لا شرارة ولا غاز. هذا بس يطلع السائل سكرة وامورك طيبة. هذا بخليها اعبيها فل اوكي. عندي وحدة ثانية بعد بعديها. انها عقرب. شوف جتنا واحنا قاعدين يلا ادبه دقي بسم الله. بقى عدل. يلا سلام خلاص بسم الله. شوف هذه عقرب ثانية. لا صار الهواء جنوب. حط ليت صار الهواء جنوب. وين هي؟ هذه تشوفه ايش داخل. ايوه حتى داخل. ايوه لا بس خلاص. هذه حط ليت تعال حط ليت. هذه العقرب ايش راح اسوي فيها؟ عندي ليت الكاشف عن العقارب. زين امسك هذا ازرق، امسكها كاشف العقارب ابى اجربه فيها. وين موجود الليت هذا؟ موجود بالجخور عندي بكبت شو اسمه داخل. جرب يا حبيبي. هذه عقرب ثالثة. يلا جيب بسرعة ما بيها هذه خلاص راحت. يلا عقرب الثالث. مسوي كبسة بالريح حلو. عشان نسولف عن الكبسة. سمعت والله أعلم هل هو صحيح ولا إشاعة إن حوالين الموروث في جاخور جت البلدية طقت الجاخور، والجاخور فيه لبوتين ونمر وإنهم منحاشوا، والحين ما يدرون عنهم منحاشين صوب السالمي صوب الموروث الشعبي. الموروث الشعبي يبعد عني 5 كيلو. فأنا متحرص كذي تلفت في أسد. وأما العقارب ما عليه يهون إن شاء الله، بس الأسد الأسود هذولي. لكن في عندنا شلاب هنا حوالينا
اذا شافوا اسد ولا شيء اكيد يبي ينابحون ما ينابحون، اشيلهم ويطلع السياره بسرعه على طول. وعندي بصجمه يجي الاسد اذبحه بمصجمه ان شاء الله. اما الكبسه هذه اذا ان شاء الله عجبت الوالده الله يحفظها ويشافيها ويعافيها، بسميها كبسه العقارب، لاني سويت الكبسه هو صدت عقارب، يعني يمكن 3 عقارب، علشان بعدين بعد شهر شهرين تقول امي يبي الكبسه اللي يوم صدنا العقارب، يعني كبسه العقارب اسويها ان شاء الله. خرعنا حسبه اسد طلع كلب. أو يا توصيف راح، يمكن في اسد ورا ينبح عليه الكلب، شوفه راح، شوف في اسد ورا، يمكن هذا كلب ينبح. هي اسد ليون. شغالين قدما وساق، شوف يعدلون طريق الجهرة من السادس لغاية الديرة، وشغل حلو وشغل مرتب ما شاء الله تبارك الله. بس لو يرجعون 3 كيلو بس الحفرة يعطونها ممتاز. شوف الشغل، شوف ان شاء الله التنمية، شوف الشغل ما شاء الله. يحكون الطبقة القديمة بهذه وبعدين يحطون اسفلت.